ما كانتش تعرف ان الرسالة اللي جات لها على حسابها على الفيسبوك بداية نهايتها. ما كانتش تعرف ان برجليها بتخطي لقبرها. ده كله هنعرفها من قصة نجلاء، ست كانت حياتها مستقرة و100 فل و14 زي ما بيتقال، لكن حبها للسوشيال ميديا وقعدتها لوحدها خلت نهايتها بالدراما اللي حضراتكم هتشوفوها. سريعا هاخدكم لمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة. بداية الموضوع هيبتدي من عند نجلاء اللي اتجوزت مرتين، المرة الأولى والتانية كانت السبب في طلاقها هي ما بتخلفش، عندها سبب أو موانع صحية بيخلوا كل جوازة ليها تنفصل او ما تكملش، وده اللي خلاها ما تتجوزش مرة تالتة. وابوها وامها ماتوا واخواتها مستقرين برا مصر. من هنا هي عايشة على المعاش بتاع والدها، والدنيا ماشية بيها وتمر بيها السنين لدرجة ان 10 سنين عدوا بيها وهي وحدانية. رفضت الارتباط، لكن علاقتها على السوشيال ميديا كانت مهمة جدا، وفي نفس الوقت كانت ست واخدة بالها من نفسها، بتلعب رياضة، ما بتزيدش في الوزن، جميلة زي ما بيتقال. الرجالة بتحاول تقرب منها عشان جمالها. من هنا وهي قاعدة على السوشيال ميديا وسنها قرب للأربعينات، كانت محتاجة تتعرف على ناس، الناس يبعتوا لها وهي بمزاجها تتعرف عليهم ولا لا، لحد ما جالها مسج بعد ما كانت قاعدة على جروب تقعد تتهزر وتضحك مع الناس. الرسالة اللي جات لها ديت كانت من بنت حاطة صورتها اسمها إسراء، عندها 23 سنة وظروفها يعتبر نفس ظروف نجلاء. هما الاتنين مطلقين، هما الاتنين من غير أولاد، هما الاتنين ظروفهم يعتبر واحدة ومن اختلاف طبقات اجتماعية. إسراء اتعرفت على نجلاء وهما الاتنين بقوا في واقع العالم الافتراضي بعيدا على الواقع بتاعنا، ضحكوا وهزاروا وبقوا صحاب و100 فل و14 برضو. وسريعا إسراء عرفت نجلاء على صاحبتها اللي اسمها آلاء. هما التلاتة بقوا أصحاب بالرغم إن آلاء أكبر من إسراء، يعني عندها 29 سنة، اختلاف 5 سنين بس، وأكبرهم هي نجلاء. الست اللي كانت لوحدها بقت دلوقتي بقى ليها 2 صحاب. بس يا ترى الصحاب دول بانفصالهم عن الرجالة وقعدتهم ووحدتهم هتبقى في الصح ولا في الغلط؟ سريعا، المقابلات ما بقتش على الواقع الافتراضي والفيسبوك والتليفونات وبس، اتحولت لأرض الواقع ما بين الكافيهات. وبصراحة بقى نجلاء كانت بتحب الضحك والهزار لكن ملهاش في الحرام. انا اخري اضحك وهزر، صوتي عالي في الضحك ليا حدود، الرجالة ما بقربش منهم عشان عارفة سكتهم. لكن كان في شيء خفي ومش معروف بالنسبة لنجلاء، ان احنا عندنا آلاء وإسراء هما الاتنين ليهم ملف في الآداب، لكن كانوا بيحاولوا يداروا ده عن نجلاء عشان ليهم غرض منها، وهي عايزين يستغلوا الشقة بتاعتها في أعمالهم ومقابلاتهم وسهراتهم الحمراء، عشان ما بقاهمش فلوس يشتروا شقة يعملوا فيها المقابلات، وما بيأمنوش يروحوا للزباين في شققهم. وده اللي خلى في الواقع أو بداية الموضوع إن إسراء تتعرف على نجلاء، ومش أي حد اللي يقولوا لهم على أسرارهم أو يفتحوه في الموضوع ده، لكن بمرور ال4 شهور كانوا كافيين اللي هم يفتحوها ويقولوا لها هنشتغل مع بعض في السهرات الحمراء. نجلاء لما سمعت من إسراء كلامها اللي هي محتاجين شقتك وشقتك هتاخدي مقابل اللي احنا نقابل صحابنا او الرجاله عندك بس، وملكيش علاقه باي حاجه، حتى لو مش عايزه تبقي في الشقه تنزلي وتسيبيها ماشي. لما نجلاء سمعت كده قالت لها طب لو انا موافقتش؟ قالت لها هنسحب من حياتك، وبصراحه انا حبيتك، وعشان حبيتك وشايفاكي صاحبتي قلتلك على السر اللي محدش يعرفه. ومن هنا نجلاء وافقت وابتدت تبقى قوادة، ابتدت تفتح شقتها لتنظيم المرور للرجالة اللي داخلين يقابلوا إسراء وآلاء. لكن نجلاء لازم يعني ان هو من الحب جانب عايز اشتغل معاكم، وابتدت بخبرتها والسن المقارب لل40 اللي بيفضلوا كتير من الرجالة تبتدي تقابل الرجالة هي كمان. لكن المشكلة هتظهر لما ابتدت نجلاء تبقى مطلوبة وابتدت تاخد الفلوس اللي الرجالة بتديها لها وزيادة عليهم الفلوس بتاعت نسبة شقتها، فده ما عجبش آلاء ولا إسراء، وابتدى هما الاتنين يتخانقوا مع بعض. وفي أحد خناقاتهم الناس سمعوهم فبلغوا الشرطة قبضت عليهم هما التلاتة. ودي كانت صورة لحظة القبض عليهم لما اتعمل لهم القضية.
عشان طبعا يخرجوا على ذمة القضية، لكن نجلاء تقرر الانفصال عنهم وهما الاتنين يبقوا في الشارع، هما الاتنين ما يشتغلوش، وبالفلوس اللي كمان كانت معاهم صرفوهم في مدة الحبس الاحتياطي بتاعتهم وبقى عليهم قضية. هما كده كده كان ليهم ملف في الآداب، لكن نجلاء بقى ليها ملف فبقت تشتغل براحتها. عشان كده قرروا الانتقام منها، قرروا اللي يجيبوا نهايتها بعد مرور 40 يوم تقريبا لما خرجوا من حبستهم، عشان يبتدوا يتوددوا ويقولوا عايزين نصلح ما بيننا وعايزين الامور ترجع تاني حتى لو مش هنشتغل مع بعض. وفعلا نجلاء بتأمن لهم مرة تانية وما تحسش اللي كان فيه انتقام. لما يروحوا شقتها يمسكوها هما الاتنين يدوها العلقة التمام، لدرجة ان دماغها لما اتخبطت في الحيطة، لما مسكين دماغها جامد وقعت من طولها ماتت. والست لما ماتت ابتدوا هما الاتنين يدوروا في الشقة عن اي حاجة غالية، حاجة ناخدها، ما لقوش غير موبايلين ايفون وجهاز لابتوب اللي كانت بتتكلم عليه او اللي كانت بتكلم الناس من عليه. خدوه ومشيوا وسابوها في البيت لمدة 14 يوم. ال 14 يوم دول كانوا كافيين ان سكان العمارة يبلغوا الشرطة من الريحة السيئة اللي كانت طالعة والدود اللي طلع منها، عشان طبعا ميتة بقى لها 14 يوم. وده اللي خلى الشرطة تعمل تحرياتهم وتشوفوا كاميرات المراقبة، وبسهولة جدا قدروا يقبضوا على نجلاء وإسراء اللي كانوا بيقولوا اللي احنا كنا رايحين نصفي الخلافات والموضوع جه معانا كده. ومن هنا اتحكم عليهم بالسجن لمدة 15 سنة. ودي كانت نهاية نجلاء، الست اللي كانت وحدانية، الست اللي فتحت بيتها للحرام، فكان الحرام نهايته قطران. أتمنى اللي بنقدمه لحضراتكم يبقى مفيد وناخد منه عبرة ونبعد عن الحرام ونقول يا رب احفظنا وارحمنا وابعدنا عن أي شبهات أو أي حاجة غلط. أشوفكم على ألف خير. السلام عليكم.